نفيسة عبد الحميد حواس. اتولدت نفيسة 20 نوفمبر 1935 في السيدة زينب في القاهرة. خدت دبلوم التطريز. التطريز ده حاجة كده في الخياطة يعني. بعدها اتقدمت لمعهد الفنون المسرحية ودخلت قسم النقد، ولكن اقتنع بيها بعد كده زكي طليمات إنها ممكن تخش تمثيل لأن لقى شكلها جميل يعني، واتخرجت بعد كده من المعهد العالي للتمثيل. بعد كده اشتغلت على المسرح على طول في مسرحية اسمها الصعلوك. بعد كده شافها مخرج اسمه بيبر زرنالي، ده اختارها للعمل بعد كده في أول سينما يعني عملتها خالص في حياتها، وكان فيلم اسمه شم النسيم سنة 1952. بعد كده عملت فيلم رايا وسكينة طبعا في نفس السنة، واختارها بعد كده المخرج صلاح أبو سيف، واللي اختارها فيه طبعا مخرج صلاح أبو سيف. وبعد كده كانت بداية بقى الانطلاق ليها في السينما. زي ما احنا عارفين طبعا ان برنت عبد الحميد تألقت بشكل سريع أوي في الأعمال السينمائية في الأول، لأن كل وقتها اعتبرها منافسة لمين؟ لهند رستم في البداية خالص، بالذات كمان لما عملت فيلم سر طاقية الإخفاء، وكان يعني فيلم قوي جدا. ومعروف إن إسماعيل ياسين دايما كان بيطلع معاه يا هند رستم، ساعات تطلع معاه برلانت عبد الحميد، دايما بيبقى فيه نجمة إغراء ساعات بتبقى موجودة في أفلام إسماعيل ياسين، أو أي كوميديان تاني زي عبد المنعم إبراهيم كده في سر طاقية الإخفاء. راحت هي بقى إيه عملت الديو ده، إن بطلة إغراء مع نجم كوميدي. الموضوع بيبقى بيضحك أكتر يعني. عندك هناك الناحية التانية إسماعيل ياسين في ابن حميدو، الناحية دي في سر طاقية الإخفاء، فنجحت جامد جدا واعتبروها منافسة أو المعادل الموضوع الهند رستم. بيتقال بقى إن برلانتي عبد الحميد تسببت في إن هند رستم ما تشاركش في فيلم عالمي اللي هو كان يعني هيتشكوك طبعا، المخرج العالمي. وقتها كانت هي بيقولوا زوجة المشير عبد الحكيم العامر، وتزوجته فعلا، هي قالت كده، وعندها منه ابن كمان. فبسبب يعني الواسطة اللي عندها أو السلطة اللي عندها خلتها ما تشاركش في الفيلم العالمي ده، بسبب إنها احتجزت البرقيات اللي كان بيرسلها المخرج ليها اللي هند رستم يعني، ومحدش عارف الحقيقة دي ده حقيقة ولا لأ، بس كان بيتقال كده وقتها. اتجوزت هي في الأول خالص من المنتج محمود سمعان، وانتج لها فيلم حياة غانية سنة 1957. كانت العصمة في ايد برنت عبد الحميد في الجواز ده، وطلقت نفسها منه بسبب غيرته الشديدة، وكمان كان بيطلب منها ساعات انها تعتزل السينما. بصراحة هي لبسها كان جريء جدا برضه، فهو من حقه يغير، مفيش مشكلة. بعد الطلاق قام بمحاولة انتحار، يعني الراجل ده حاول ينتحر بسببها، وانه قطع شرايينه بالفعل يعني، ولكن شقيقه بقى واخوه انقذه من الموت. كان ليها موقف صارم جدا من شرب الخمر. كانت بتكره تشرب الخمر جدا، ما كانتش بتحب تشربه، وبسبب واقعة هي قبل كده شافتها وهي طفلة. كانت بتحب طبيب جارهم او معجبة بطبيب جارهم، لكن في يوم من الايام لقيته خارج من المنزل وحواليه رجالة كتير وناس شايلين وكده، وقالوا لها يعني ان الكبد عنده تأثر بسبب شرب الخمر، وبدأ يموت وهو شاب صغير يعني، فكرهت الخمرة جدا من وقتها. براند عبد الحميد بقى بيقولوا اتجوزت المشير عبد الحكيم عامر، وطبعا ده حاجة يعني برضه هي في نتج عن الجواز ده ابن وكده، فالجواز يعني خبر حقيقي، لان في فترة كبيرة قوي من الزمن كانوا بيقولوا ان دي اشاعة، ولكن موضوع حقيقي. تزوجته سرا في الاول سنة 1960، وخلفت منه ولد وهو عمرو عبد الحكيم عامر. اعتزلت التمثيل هي لفترة خلال زواجها طبعا من المشير عبد الحكيم عامر، ولكنها رجعت بعد كده آه، تشتغل تاني. اتعرضت هي للاعتقال بعد وفاة عبد الحكيم عامر في عهد جمال عبد الناصر، اعتقلوها شوية بسبب انها كانت زوجة عبد الحكيم عامر، وطبعا هي برضو قالت فكرة ان هو ما انتحرش والكلام ده، فتم اعتقالها. اعتزلت التمثيل سنة 88، وكانت شاركت في فيلم اسمه جواز في السر مع سعيد صالح. اشتركت في افلام تانية برضو مع محمود ياسين في فترة السبعينات، وعملت كتابين في حياتها. الكتاب الاولاني المشير وانا سنة 91، طبعا هي دارسة نقد بقى في قبل كده، فطبعا الكتابة بالنسبة لها هتبقى سهلة. الكتاب التاني اللي عملته هو الطريق الى قدري الى عامر 2002. مش عارف هو كل حاجة
كتابين لهم علاقة بعبد الحكيم عامر. توفت برنت عبد الحميد سنة 2010 وكان عندها وقتها 75 سنة، الله يرحمها. كان سبب الوفاة وقتها سكتة دماغية، تحديدا يوم الوفاة 1 ديسمبر 2010. الأفلام اللي اشتركت فيها شم النسيم، ريا وسكينة، دايما معاك، الحياة، الحب، أسعد الأيام، قصة حبي، رنة الخلخال، ضرب المهابيل، هارب من الحب، حب وإنسانية، اسماعيل ياسين في متحف الشمع، بحبه جدا الفيلم ده، إزاي أنساك. كل الأفلام دي طبعا في الفترة ما بين 52 إلى 56. ويعني كمل فترة الخمسينات هي أقوى مرحلة ليها تماما. يعني في فترة الستينات هنقول مثلا حوالي 5-6 أفلام، السبعينات فيلمين، والتمانينات فيلم واحد بس. لا، التمانينات فيلمين، آخره جواز في السر طبعا اللي هو كان آخر فيلم ليه. طبعا من الأفلام اللي أنا بحبها جدا سر طاقية الإخفاء، فضيحة في الزمالك فيلم حلو شفته بس مش قوي، يعني مش جامد قوي فضيحة في الزمالك ده. يقال طبعا ان عمر الشريف كان مجبر انه يعمل فيلم معاها، اعتقد ان هو فضيحة في الزمالك. يقال طبعا ان حصل ان كان مجبر انه يعمل فيلم معاها عمر الشريف، ده طبعا لانها كانت زوجة المشير عبد الحكيم معمول وقتها، هو خاف يعني انه يرفض. ومسلسلات عملتها يقال برضو، كل حاجات هتلاقيها يقال، مفيش حاجة مؤكدة يعني. المسلسلات حارة الشرفاء سنة 1986، ومخلوقة، ومخلوق من السماء، ومخلوق اسمه المرأة سنة 1990، مسرحية رمتها أقوى من الزمن بس. ودي كانت حلقتنا النهاردة. شير ولايك واشترك في القناة لو المحتوى عجبك، ولو مكنتش لسه اشتركت لحد دلوقتي، وانتظرنا في الحلقات الجاية.